تعالوا مع بعض نشوف الزملكاوي ده بيقول ايه. المفروض اللي انت هتسمعه ده واحد من ضمن الصفوه بتوع الزملكاويه. تعال نشوف العقليه يا جماعه اللي احنا بنتعامل معاها. يلا بينا نسمع. لكن الزمالك موجود. هتقول إيه اللي حصل؟ عارفين فاكرين حضراتكم ميسي في افتتاح كاس العالم للانديه للمضايقات والضرب واللطم والتكسير اللي تعرض له عمل ايه؟ عشان يكايد لعيبه النادي الاهلي عمل ايه؟ احتفل بالقوس والسهم. عرفتوا ان الزمالك موجود في كاس العالم للانديه؟ ده الكبير، ده النادي الكبير، ده النادي العظيم، ده النادي الاكثر شعبيه موجود في كاس العالم. لعيبته بيحتفلوا بطريقته وميسي بيستخدم القوس والسهم. انه النادي العظيم نادي الزمالك. سهله اهي وبسيطه يعني. بدل ما نروح كاس العالم ونتعب نفسنا ومعسكرات ونجيب مدرب ولاعيبه والكلام ده كله، ميسي هيعمل احتفال النسر او رونالدو او اي لعيب مشهور يعمل احتفال النسر وخلاص، يبقى انت متواجد في كاس العالم للانديه وخلص الكلام. الراجل يعني عقليه فولاذيه. ده يا جماعه المفروض اللي ده صفوه، ده من ضمن الصفوه بتاعتهم. ما بالك بقى الناس اللي احنا بنتعامل معاها في المجتمع بتاعنا عقليتهم عامله ازاي؟ لما هم بيسمعوا الناس دي هم العقليه بتاعتهم عامله ازاي؟ ابعتها له عشان معموله له. بالله عليك لا تبعتها له. سلام.